سلام الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في مطبخ كوكيتا. اليوم جبت لكم وصفه تاع لي كيش بزاف يجو هايلين واقتصاديه الوصفه، وتجيكم لاباط بزاف هايله. الوصفه تاعنا تاع اليوم واش فيها؟ عندنا زوج كيسان تاع الفارينه، عندنا نص كاس تاع زيت، عندنا حبه تاع البيض، عندنا مغرف صغيره تاع سكر ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات، وعندنا الملح بيان سور. نروح نخلطوا كامل المكونات في بعضها. حتى نتحصلوا على هذا القوام شغل العجينه تكون مرمله. ومن بعد كاش واش نزيدوا لها شويه حليب، نبداو نطموها بالعقل بالحليب، يعني ما تروحوا لهاش بالك يغلبكم الحليب. حنا نتحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني تاع باينه شغل باينه تاع استعمال، ما تكون طريه بزاف وما تكون ناشفه. فوالا هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. ومن بعد كتنوجدوا لي مول تاعنا اللي نديروهم فيهم، تحبوا هكذا مدورين ولا هذوك لي باغيت تاعكم. فوالا ومن بعد درتهم كامل في المول، سقمتهم كاع بشويه درت لهم كامل الاخر. فوالا بعد تقبتهم بالفرشيطه، وكنت سخنت ديجا الكوشه. وكحشو درت شويه تاع دنداشي مع شويه ملح، فلفل الكحل، شويه راس الحانوت، معدنوس. درت مرصو هكذا تاع فرماج طري وشويه جبن مبشور، وخلطتهم تري بيان. ومن بعد زدت عليهم لا كريم فريش. فوالا واحد الكاس هكذاك تاع كريم فريش. بعد ما قعد لي شويه الحشو، بديت نعمر في ليمول تاوعي هكذاك خضوره. ومن بعد يطيب كلش على جيه. ابخي زينت عليهم بشويه تاع فروماج غابي من الفوقه. فوالا درتهم يطيبوا. هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى وصفه اخرى كالعاده، الى اللقاء.